بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ينفعش يا جماعة رمضان يعدي من غير ما نعمل بقى الكنافة الجميلة بتاعتنا. عاملينها النهاردة بطريقتين: كنافة بالمهلبية زي ما احنا شايفين كده، وكنافة بالزبيب والمكسرات. حاجة كده يعني من الآخر. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا 4 كوبايات من السكر، وكوبايتين من المية عليهم، ومعايا كيلو كنافة مجمداها في الفريزر عشان اعرف افككها وافتفتها كده زي ما احنا شايفين. يبقى معايا هنا العسل مجهزاله 4 كوبايات سكر، وكوبايتين من المية، ونص ليمونة، ومعلقتين عسل جلوكوز. 4 سكر لكيلو الكنافة، واتنين ميه، ومعلقتين عسل جلوكوز، ونص ليمونه. مقادير الشربات اهيت زي ما انا بقولها بالظبط. هنا بقى بحمص شويه مكسرات. هنا اي مكسرات عندك. انا حاطه هنا بندق على لوز على شويه سوداني. كل اللي كان عندي حطيته، وببتدي احمصها كده على النار من غير سمن ولا اي حاجه، بس مجرد ان انا بحمصها يديها طعم ويخليها حلوه يعني. معايا كوبايه ونص من السمن، ببتدي احطها على الكنافه اللي انا فتتها علشان اغلف الكنافه كويس بيها. افرك الكنافه كويس جدا بالسمنه اللي انا حطيتها دي زي ما احنا شايفين كده. تمام، يعني الخطوه دي هي اللي بتخلي الكنافه متشبعه بالسمن وجميله، وبتطريها طبعا. شبعت كل الكيلو عندي بالكوبايه ونص سمن ديت. تمام يعني. خلاص كده جبت صينيه مدهونه سمن كويس جدا، وببتدي اقسم الكنافه بقى. قسمتها نصين: نص لصينيه المكسرات، والنص التاني لصينيه الكنافه بالمهلبيه. النص الاولاني هعمل الصينيه بالمكسرات قدامكم اهي. اول طبقه ببتدي اغطي الطبقه الاولانيه. اقسم الكنافه نصين برضو. النص اللي انا قسمته اقسمه نصين، وابتدي اعمل طبقتين الكنافه، واتك كويس جدا بايدي في الطبقه الاولانيه دي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام. عندي بقى المكسرات، حطيت عليها شويه زبيب وجوز هند، وحشيت الصينيه زي ما احنا شايفين. بنحط المكسرات كده ونوزعها مظبوط، بس ما بنخليش الحروف فيها مكسرات كتير، يعني بتبقى جوه في الدايره من جوه. وببتدي احط ايه الطبقه اللي فوق، واوزع الكنافه برضو كويس، واقفل الصينيه بتاعتي، وتبقى كده شغلنا تمام. يعني بجد والله يا جماعه احنا كده بنوفر على نفسنا نظافه ومجهود، وبنوفر على نفسنا فلوس على الاسعار الغريبه اللي الواحد بيسمعها دلوقتي دي في المحلات والكلام ده، وحاجات والله انا مش عارفه يعني بيقولوا الاسعار دي ليه. معرفش، اسعار غريبه بصراحه. خلاص كده خلصت الطبقة التانية. ببتدي ادك الصينية بايدي كده واتك عليها كويس، وقفلتها. خلاص اول صينية خلصت معايا اهي، بتاعة الزبيب والمكسرات. بقفلها اهي. تمام، خلصانة وزي الفل اهي، متشبعة بالسمن وحلوة جدا. مفيش بس غير اني احط ايه معلقتين سمن من على الوش كده. وخلاص كده خلصت اول صينية. بعد كده هنعمل الصينية التانية اللي هي بالمهلبية. بجهز بقى المهلبية. معايا 3 كوبايات لبن، ومعايا 4 معالق من النشا. مفيش سكر خالص، مش حاطة سكر. بقلب كويس لحد اما القوام يتماسك معايا زي ما انتوا شفتوا كده. التركة بقى الجامدة قوي هنا ايه؟ معلقة سمن بلدي في قلب المهلبية بتودي الكنافة في حتة تانية، بتخلي طعمها روعة. التركة دي مهمة جدا يا جماعة. قلبتها اهي في قلب المهلبية، وهبتدي اجهز الصينية. دهنة الصينية سمن كويس، ادهنها معلقتين 3 سمن تحت في الارضية. وببتدي اجهز الطبقة الاولى بتاعتي اللي تحت. احاول بقى في الكنافة بتاعة المهلبية عشان المهلبية ما تخرجش من الحروف، اعلي حرف الكنافة من الجزء اللي تحت شوية، اخليه متحاوط كده عشان ما يخرجش المهلبية.
بس كده، زي ما احنا شايفين بكل سهولة، وحاجة يعني نظيفة وفي البيت وعاملاها بإيدك ومتكلفة، وحاجة جميلة جدا يعني. وكل سنة وانتوا طيبين زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. خلاص كده خلصت الجزء الأولاني من الصينية. هبتدي بقى أصب المهلبية في قلب صينية الكنافة كده. تمام. ريحة السمن معلقة السمن البلدي اللي حطيناها بجد يا جماعة قلبة الدنيا والله، مغيرة المهلبية خالص، بتنقلها في حتة تانية. حطينا كده المهلبية. هنا بقى هبتدي احرص شوية وانا بحط الطبقة اللي فوق، عشان مش هقدر اضغط على المهلبية، فببتدي اوزع بالراحة. يعني توزعي بحرص كده، عشان المهلبية ما تخرجش من الجناب معاكي. بس ادي كل الحكاية. وابتدي اغطي الوش كله بتاع المهلبية بكمية الكنافة اللي موجودة عندي كده. تمام. لحد دلوقتي خطواتنا ماشية مظبوطة ومقاديرنا مظبوطة، وكل اللي قلناه واضح وزي الفل. بإذن الله هتعملي أحلى كنافة. أحلى كنافة بكيلو كنافة والله. يعني انتوا عارفين في المحلات بيتباع بقد ايه؟ ده كل الحكاية كيلو كنافة واحد بس. كده تمام. ظبطت الصينية، بضغط عليها بالراحة خالص بحيث بس ان انا اسويها على خفيف كده زي ما احنا شايفين. خلاص كده خلصتها. وببتدي احط بقى معلقتين برضو سمنة على الوش بتاعها. الكنافة طبعا يعني هي روحها السمنة زي ما احنا عارفين. ببتدي احط معلقتين سمن برضو على الوش كده قبل ما تدخل الفرن. طبعا بجهز الفرن على درجة حرارة 200 وبسخنه كويس، وببتدي ادخل الصواني فيه. بس كده خرجت الكنافة آخر جمال، ولونها طبعا بيتحدث عن نفسه. ببتدي أسقيها بالعسل لما يبرد، الكنافة سخنة والعسل بارد. حاجة كده يعني والله تفرح القلب. زي ما احنا شايفين نتيجة طالعة هايلة في منتهى الجمال. بجد والله يا جماعة هتعملوها هتعجبكم جدا. وكل سنة وانتوا طيبين، حاجة تفرح بجد. دي أول واحدة خرجت من الفرن، وسقينا التانية برضو لما خرجت. وادي الصينيتين عندي. تعالوا بقى نقطع حتة كده ونشوف جمالها بقى. شايفين؟ دايبة دوب يا جماعة، ومقرمشة من بره وطرية من جوه، حلوة جدا، طالعة روعة والله. شايفين المهلبية جميلة ازاي؟ ولا خارجة من الكنافة ولا اي حاجة. الحشوة مظبوطة والشغل كله مظبوط قدامكم اهو. ودي الكنافة التانية اللي بالزبيب والمكسرات، برضو نفس الحكاية، جميلة جدا في منتهى الجمال. هتعجبكم قوي قوي قوي. ان شاء الله تعملوها وتبقى زي الفل. وكل سنة وانتم طيبين، وتحياتي ليكم.